تخيل معي، بنت اسمها كايلا، شغلتها تنظيف البيوت وأحياناً تشتغل مع زبون اسمه تود يوم من الأيام قال لها: عندي أرض، ودي تساعديني تنظفين الأشجار والحشائش فيها وتدفعي معك أحد يساعدك. فقالت له: أكيد. وأخذت معها حبيبها تشارلز. راحوا مع تود للأرض، وكانت كبيرة جداً وفيها جراج دورين. دخلوا الجراج ياخذون أدوات التنظيف، وبعدها تود قال: استنوا هنا شوي. راح ورجع ومعه مسدس، وبدون أي مقدمات أطلق النار على تشارلز وقتله قدامها. كايلا تصرخ، لكنه ما أعطاها فرصة. سحبها ورماها داخل حاوية شحن معدنية، وربط يدينها وقيدها بسلاسل ثقيلة، وخلاها هناك في ظلام دامس لا أحد يسمع ولا أحد يدري عنها. من بعدها صارت حياته اليومية تدور حول زيارته لها. يجيها مرتين باليوم، من الساعة 1 إلى 3، ومرة ثانية حول 5. يفك قيدها، يعطيها أكل بسيط، شوية موية، ويخليها تنظف نفسها فوق، وبعدها يعتدي عليها ويرجعها للحاوية ويقفلها من جديد. وإذا حاولت ترفض أو تتكلم يهددها: بسوي فيك مثل ما سويت في تشارلز. مو بس كذا، بدأ يتفاخر وقال لها إنه قبل سنوات دخل محل دراجات نارية وقتل اللي فيه وما أحد قدر يوصله، وقال بعد إنه دفن زوجين في أرضه وما حد درى عنهم، وكان يتكلم بكل برود وكأن اللي يسويه بطولة. المرعب إنه كان يقول لها: مع الوقت بتبدين تحبيني، بيجيك مثل لازمة ستوكهولم. يعني تخيل، الخطف مقتنع إنها بتحبه مع الوقت، وفي العالم الخارجي أهل كايلا وأصحابها بدوا يقلقون. ما ترد على جوالها ولا حتى رجعت للبيت تطعم كلبها اللي بقى أيام بدون أكل. جوا شقتها لقوا الكلب، أعطوها أكل، وعرفوا إن الموضوع مو طبيعي أبداً. وفجأة يبدأون يشوفون منشورات غريبة على حساب تشارلز في فيسبوك: أنا وكايلا تمام، اشترينا بيت، نتزوجنا، ننتظر مولود جديد. بس كل الناس كانوا مستغربين، تشارلز أصلاً نادر يستخدم فيسبوك، وفجأة صار ناشط. الناس بدأت تشك ويبلغون الشرطة. اللي ما كانوا يدرون عنه إن تود هو اللي ماسك جوال تشارلز، ويكتب المنشورات بنفسه عشان يبعد الشبهات ويخدع الجميع. الشرطة تاخذ بلاغات كثيرة ويبدأون يحققون. يحصلون إذن تفتيش لحساب كايلا، ويشوفون رسائل بينها وبين تود يتكلمون فيها عن وظيفة تنظيف الأرض، ويراجعون آخر إشارة جوال لها وين؟ في أرض تود. يطلعون أمر تفتيش ويروحون الأرض ويفتشونها. ما يلقون شيء أولاً، لكن وهم يمشون قريب من الحاوية القديمة يسمعون صوت ضرب من الداخل. كايلا كانت تضرب جدار الحاوية بكل قوتها، تحاول تلفت الانتباه. الشرطة تكسر القفل بمنشار ويفتحون الباب، وتلقاها هناك بعد 64 يوماً من الجحيم، نحيفة، مرهقة، خائفة، لكنها حية. قالت لهم كل شيء عن تود وعن قتل تشارلز وعن الاعتداءات وعن الجثث المدفونة في الأرض. ومع اعترافها الشرطة قبضت عليه فوراً. تود حاول يتفادى الإعدام، فأخذ صفقة اعتراف وحكم عليه ب7 مؤبدات متتالية. كل هذا صار في ساوث كارولاينا. وهنا نقول: حتى الظلام له نهاية، وحتى الوحوش ينصادون. إذا القصة شدت انتباهك، لا تنسى تشترك في القناة وتضغط لايك عشان توصلك قصص أكثر تشويق وغرابة من قصة على الطاير بيل.